العلاقات انعكاس ومراية للي جواك. زي ما احنا متفقين اللي جوانا هو اللي بينعكس وبيعمل الواقع بتاعنا كله. فانت لما تلاقي علاقاتك وجودة علاقاتك كويسة، اعرف انك انت اشتغلت على نفسك كتير. لو ما تلاقي دايما علاقاتك وبالذات المتكررة منها، فهي فوكس 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 من الشخص ده ويمشي، تيجي روح تانية تعلمك نفس الدرس انت لسه ما اتعلمتش، تيجي روح تالتة انت لسه ما اتعلمتش. بالذات تكرار انماط العلاقات السلبية او السيئة، هو ده اكتر حاجة انت عايز تعرف الرسالة منها، وانك انت تعرف ازاي تشتغل عليها. هو ده الهدف من كل موضوع انعكاس العلاقات. فمحدش يتضايق ويحصل له تريجر او نفور، بالعكس انا لما بيحصل لي تريجر من حد، حتى لو علاقه عابره او كلمه من حد او كده وحصل لي تريجر، انا بفرح. ليه؟ لان انا في نقطه بانت عندي هنا كده، في ديفكت، في نقطه ضعف، حد بيقول لي اشتغل يا وسام عليها، بدل ما اتجاهلها وحد تاني يجي والرساله تبقى اقوى، ولا حد تاني يجي يبقى اضعف وفيها الم اكتر. لا، انا اخد الرساله دي واقول ايه المشكله اللي عندي، ايه اللي جوايا خلق هذا الواقع اللي خلاها مثلا تقول لي الكلمه دي او خلى التصرف ده يحصل، او انا حصل لي تريجر ليه. لما اسال انا حصل لي تريجر ليه، هعرف ازاي اتعامل معاه. وبعد كده انا هبدا اقيم الوضع اللي انا فيه من جوده علاقاتي. انا لقيت علاقاتي مع ناس محبه، ناس حنونه، ناس كريمه، ناس مش عارفه ايه، يبقى انا اشتغلت على حاجات كتير جوايا. لقيت في لسه حاجات بتتكرر، حاجات بتعمل لي تريجر، حاجات بتاذيني، اخد السبب بتاعها او الرساله بتاعتها واشتغل عليه. العلاقات العلاقات بالذات لو هي عاطفيه او صداقات او علاقات اسريه، ما هي الا رساله من ارواح جايه علشان تطورك وتعلمك. المهم ان انت تعرف تقرا الرساله وتتعلمها، ساعتها تبقى مهمه العلاقه دي انتهت. يا اما تبقى اللي هي بيعمله بيأذيك بيه هينتهي، يا اما هو نفسه كله هيرحل خالص من حياتك.